الحبايب مساء الخير. اكتر واحد شفته في رمضان السنه دي بينجح في صمت وبينجح بس ومكمل هو حماده هلال بمسلسل المداح. حماده هلال يعني من الاعلى مشاهده في رمضان السنه دي. مسلسل المداح الاعلى مشاهده، يعني بين اهم 5 مسلسلات محققين مشاهده سواء على المنصات او على التلفزيون. جمهور مرعب في الاقاليم، جمهور كبير جدا بين ستات البيوت والناس اللي هي البسيطه. يعني حب لا تتخيلوه. والوحيد اللي مش هيطلع يقول لك انا رقم 1، انا مسلسلي بيقعد القهاوي كلها والقهاوي كلها بتتكسر لما خالص. ولا حتى هتلاقيه ناشر صوره مثلا من كافيه ولا مش عارف من مجموعه ستات وعيله قاعدين بيتفرجوا عليه وعاملين كده خالص. هو بينجح وبس. لحد دلوقتي لسه بيصور المسلسل بتاعه، مركز جدا جدا. مش هتلاقيه افور في فكره النجاح، وفي نفس الوقت كمان مش هتلاقيه مثلا مؤمن بنظريه المؤامره، ان لو لقي حد مثلا قال لك لا 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 المداح السنه دي وحش او ما اعرفش ايه، عمره ما هيقول اصل دي لجان يا جماعه وانا عارف اللجان ديت مين وراها زي ما في ناس بيعملوا خالص. هو ساكت. اللي عاجبه المسلسل والله تمام اهلا وسهلا، واللي مش عاجبه المسلسل والله برضو انت حر، الريموت في ايدك. وانا ناجح ومكمل وبقاله 5 سنين ناجح، 5 مواسم، مفيش موسم جله، مفيش موسم وقع. وده نادرا لما بيحصل. احنا يعني شفناه بقى زمان من ايام ليالي الحلميه تمام بالاجزاء ال6 بتوعه، ومؤخرا في الكبير قوي، رغم مثلا ان في اجزاء في الكبير ما كانتش يعني تمام قوي، لكن برضه يحسب للكبير ويحسب لاحمد مكي ويحسب لحماده هلال. طيب لحد هنا تمام، الا ان انا كلامي ونصيحتي لحماده هلال الراجل صديقي الغالي المحترم، كفايه مداح لمصلحتك المهنيه اقصد. يعني كفايه مداح. انت بقالك 5 سنين بتنجح وما شاء الله مكسر الدنيا، والناس عرفت صابر المداح، وانت خلاص عملت اسم صابر المداح، او عملت كاركتر او شخصيه فنيه اسمها صابر المداح. اخرج بقى اعمل اي حاجه تانية. انا عارف ان انت ما بتحبش تقدم الكوميديا في الدراما، رغم ان الكوميديا بتاعتك لطيفه، يعني انا بحب الكوميديا بتاعتك، بتحب تعملها سينما. اعمل اجتماعي تاني، اعمل موضوعات اجتماعيه تانية. مش هقول لك اعمل رومانسي ولا حاجه، ولكن اعمل حاجه عارف انت بقى مشاكل الازواج والزوج وما اعرفش اكيد انت هتلاقي تيمه يعني. لان فعلا للامانه انت تستحق بعد المداح وبعد اتقانك لهذه الشخصيه وحب الناس ليك اللي ربنا سبحانه وتعالى صارفهولك ده، انك لا تجرب حاجات تانية، وانا منتظرك في حاجات تانية. حماده هلال يا جماعه انا مش هحكي ولا هتكلم عن اخلاقه وعن موهبته وعن حبه واحترامه لكل الناس اللي بيشتغلوا معاه. والله العظيم انا عمري ما شفت حد اشتغل مع حماده هلال وزعل منه او اتضايق او قال لك لا 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 ده شخص ما اعرفش خالص. راجل لا بتاع مشاكل، ولا راجل بتاع حوارات، ولا راجل منفسن من حد، ولا راجل عنده غيره من حد. هو باصص في ورقته طول الوقت. علشان كده ربنا كرمه جدا وعنده خير كبير قوي بيقدمه لكل الناس اللي حواليه. عشان كده ولا عمل اي حاجه. على فكره انا مش ضد استخدام وسائل الدعايه اللي بيعملها بعض النجوم نهائي والله العظيم، اللي هو بيعملوا مثلا مسابقات وما اعرفش ايه والكلام ده كله، سواء كان لجذب المشاهدات سواء كان لارضاء الجمهور ايا كان. في الاول وفي الاخر ده رزق وخير رايح لناس ممكن تكون غلابه محتاجه، فعادي جدا باب رزق. بالعكس يا ريت كل الفنانين يعملوا كده. شوفوا لحد فين، يا ريت، لان المستفيد ناس غلابه محتاجه. ليه نقطع برزقهم مثلا يعني؟ فانت بص للجزء الايجابي. الا ان حماده هلال مثلا ما عملش كده ولا اضطر نعمل كده، وهو برضو ناجح ومحقق. بالتوفيق يا حماده، ومنتظرك ان شاء الله رمضان الجاي في حاجه غير المداح. شكرا جزيلا.